وفري فلوسك وتعالى اقولك على فكرة حلوة قوي هتعملي بيها الرقاق في اقل من 5 دقايق، ومش هتشتريه من بره تاني وهتعمليه بنفسك واتحداك. جبت لكم خلاصة الخلاصة. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويا رب اللي تحط اللايك تكبر بخاطرها وتسعد قلبها وتزور بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة معانا 3 كوبايات من المية، وطبعا المية مش هنحطها كلها مرة واحدة زي ما احنا متعودين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في قيمة كوبايتين كده، تمام، وربع معلقة صغيرة خالص كده من الملح، وندوبهم كده ونحط عليهم كيلو من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده دقيق زيرو اللي هو درجة أولى. في الوصفة دي لازم يكون دقيق زيرو، يعني يكون عرقه حلو علشان تطلع معانا الرقاقة طعمها حلو، وفي نفس الوقت لو طولت معانا ما تحنش معاكي. طيب أنا عندي دقيق غلة يا شيماء والعرق بتاعه شديد، اعملي بيه، بس الافضل تشيلي منه كوبايه ونص من الدقيق وتحط مكانه كوبايه ونص من النشا. خلاص كده تمام. دي معانا قد ايه بالكوبايه؟ 8 كوبايات. هتشيلي منه كوبايه ونص من الدقيق، هتحط مكانه كوبايه ونص من النشا. ده لو دقيق اللي هو الغله بتاعك. طيب احنا بنعمل الخطوه دي ليه؟ علشان لو عملنا الرقاق وعملنا منه كميه كبيره ما يحنش معانا، يعني يطرى فيما بعد. خلاص كده تمام. طيب انا عندي دقيق غله وعرقه شديد قوي، خلاص حابه تشتغلي بيه كده من غير ما تحطي عليه نشا براحتك. عندك دقيق زيرو بتشتغلي بيه والعرق بتاعه شديد وحابه برضو تحط عليه نشا برضو ينفع. يبقى العجينه بتاعتنا عباره عن ايه؟ دقيق وميه وملح بس، مفيش اكتر من كده. بنحط سكر؟ لا طبعا ما بنحط السكر. وهنعجن بقى العجينه بتاعتنا بايدينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كمان شويه ميه. بتاخد معانا ميه قد ايه بالميزان يا شيماء؟ بتاخد معانا من 550 جرام لحد 600 جرام زي عجينه الفطير بالظبط، بس تكون قاسيه شويه عن عجينه الفطير. حط كمان شويه ميه. خلاص كده انا مش هحتاج لها ميه تاني. هلم بقى العجينه بتاعتي واوريكم السمك بتاعها بعد ما اتعجنت بقى معايا كده زي ما انتم شايفين. ده السمك بتاع العجينه. بصوا هنا اللي هي تكون ماسكه نفسها شويه وتكون مقربه للايه، للقسيان شويه. ده السمك بتاع العجينه، بس مش قاسيه قوي علشان تعرفي تفرديها وفي نفس الوقت ما تهمكيش في الفرد. ولو طلعت معاكي لينه قوي هتاخد معاكي دقيق في الفرد كتير. اسيب العجينه بتاعتي دقيقتين 2 بالظبط، وبعد كده ايه اقطعها كويرات زي ما انتوا عايزين، كبيره صغيره على حسب الصينيه او على حسب الزبون ما بيطلب منك، كبير صغير على حسب الزبون. طيب لو انا عايزه اعمل الرقاق ده طري يا شيماء بنفس المكونات اللي احنا حاطينها، دقيق وميه وملح، وهنحط مع الميه 3 معالق كبار من الزيت، يا اما معلقتين 2 كبار من السمنه، والافضل والاحسن بيكون سمنه. ليه؟ علشان لما تيجي تبليه وتعمليه يبقى طعمه حلو. وجربي كده وهتدعي لي. صليتي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي بقى الصينيه ارشها شويه دقيق بالشكل ده، يا اما دقيق بس يا اما دقيق على نشا علشان اقطع عليها العجينه. وبعد ما اقطع العجينه كلها عندي يكون حته نظيفه مبلوله ومعصوره قوي، وبعد كده اقوم مغطياها علشان ما تقشفش معايا. تمام. همسك بقى العجينه بتاعتي بالشكل ده، بالشكل ده كده. بصوا علشان العجينه مخدومه معايا صح ومعجونه صح، تطلع معاكي ناعمه وملسه بالشكل ده كده. ما تدوخكيش في الفرد وانت بتفرديها ولا تقطع منك. بعد ما قطعته بقى عندي بالشكل ده، يا اما ارش على وشه شويه دقيق واقوم مغطياه بستريتش راب او كيس يكون نظيف، تمام، يا اما مش هرش عليه دقيق، عندي حته يكون مبلوله ومعصوره كويس جدا واقوم مغطياه. كل ده بعمله ليه؟ علشان ما يقشفش معايا اما اجي افرده ما يطلعش مقشف. تمام. بعد ما العجينه معانا ارتاحت بنجيب شويه دقيق على شويه نشا نعملهم ميكس مع بعض كده، يا اما تفردي على شويه دقيق. تمام. هنحط بقى شويه دقيق بالشكل ده كده وبطط وافرد بايديا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده اجيب النشابه وافرد بها كده، وتفردي من النص على بره من النص على بره لحد ما الرقاقه بتاعتك تتفرد معاكي خالص وتبقى رقيقه كده على قد ما تقدري. لو بتعملي مشروع الافضل والاحسن تفردي على رخامه. الرخامه بتكون كلها ايه، سمك واحد، مفيش فيها جنب تخين وجنب رقيق ولا الكلام ده، تقوم تطلع معاك الرقاقه كلها ايه، متساويه. اهم حاجه الاطراف تدوسي عليها بالنشابه كده علشان ما تطلعش معاكي تخينه وتقب معاكي في قلب الفرن بالشكل ده كده. باخد من النص على بره من النص على بره واقوم عامله كده.
تمام كده. ولازم الرقاقه بتاعتي يكون فوقها دقيق وتحتها دقيق، علشان لما ادوس من الاطراف زي ما انتم شايفين كده ما تلزقش معايا على الطبليه او على الرخامه اللي انت بتفردي عليها، وتتحرك معايا بكل سهوله لما اجي احركها. بصوا ادوس بقى على الاطراف كده، اهم حاجه الاطراف، علشان لما اجي ادخلها الفرن ما تقبش معايا. الرقاق ما بيبقاش قابب، البقابيش اللي فيها بتبقى صغيره ما بتبقاش معاكي كبيره. احط بقى النشابه في طرف العجينه والف رول بالشكل ده، واعمل كده وانا بفرد كده، اقوم ايه فرده لبره بايدي كده، تمام كده بالشكل ده كده، واقوم بقى ايه عكسها اللمه التانيه. لازم اعمل الحركه دي، ابرم الرقاقه بتاعتي بالشكل ده كده، وانا ببرم بعمل بايدي كده، بحس ان انا بفردها شويه كده، تمام، علشان الرقاقه توسع معايا وتكبر في نفس الوقت وانا بفردها بالشكل ده كده. خلاص بقت رقيقه معايا خالص وبقت كلها سمك واحد. تعالوا بقى نروح على الفرن بالشكل ده كده، اقوم عامله كده. بصوا الرقاقه معايا كلها سمك واحد زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل عليك يا نبي. تعالوا بقى نروح على الفرن. الفرن عندي والع قبلها ب5 دقايق لحد ما يسخن، وبعد كده النار بتكون هاديه من القاع، ومن الجناب بتبقى اقل من المتوسط بشويه. تعالوا نروح على الفرن. الفرن والع زي ما انتم شايفين كده، اعلي بقى النار شويه بالشكل ده كده، اظبطه يبقى الجناب عندي بالشكل ده، والقاع بيكون ايه هادي جدا. الصاجه اللي انتوا شايفينها دي بتكون نضيفه خالص، بكنسها وبعد ما بكنسها بحته مبلوله واقوم مسحاها، وبعد كده عندي ايه ما تسخن ابدا احط فيها الايه الرقاقه بتاعتي بالشكل ده كده كده. هتقعد معانا ايه دقيقه على اللمه دي ودقيقه على اللمه التانيه، خلاص. وبعد كده بطلع وهوريكم. ما تطوليش عليها في قلب الفرن، لان لو طولت عليها بتطلع مقززه معاكي، يعني مش دايبه كده، هي معضمه قوي، تمام. بدات تستوي معايا وتبقبش بقبيش صغيره، ابدا اضيرها على اللمه التانيه بالشكل ده كده، وما بتاخدش معايا لون خالص. لو خدت لون يبقى حاجه بسيطه خالص، اصفيري ذهبي ابيض مش محروق. وافضل اضير في الرقاقه بتاعتي بالشكل ده، علشان انا مش عايزه الرقاقه تنفخ معايا ولا تبقبش بقبيش كبيره، تمام. علشان لو بقبشت بقبيش كبيره هتيجي تحطيه فوق بعضه البقبيش دي هتتكسر، وبكده استحاله تشتريه من بره تاني. واتحداكي الرقاق طالع بسم الله ما شاء الله ولا غلطه فيه. وبكده جبت لكم خلاصه الخلاصه في الرقاق، وهتعمليه بنفسك وهتوفري فلوسك كمان. بسم الله ما شاء الله. اعملوا شير علشان الكل يستفيد، وانتوا كمان تاخدوا الاجر والثواب وتستفيدوا منه. اشوفكم على خير وفي امان الله.